السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل الدونس البيتي زي بتاع المحلات وأحسن وأنضف كمان. شايفين الحلاوة، شايفين الجمال، ما شاء الله. بألف هنا وشفا على اللي هياكله. اهو زي ما انتوا شايفين كده عاملين طبعا كريمة بيضة وكريمة بني، وابتدي بقى نزين كده اهو. تمام، حاجة زي الفل. تعالوا بقى نشوف المقادير. معايا نص عفوا معايا ربع كيلو دقيق. تمام، بيضة، معلقة خل، كيس فانيليا، كوباية لبن، معلقتين سكر، نص معلقة خميرة فورية. هنحط كل المكونات دي مع بعضيها وهنضربها. او حطينا الخميرة والسكر ومعلقة الخل ده بيحوش الزفارة بتاع البيضة، وفي نفس الوقت بيدي للعجينة هشاشة، يعني بتبقى هشة كده وجميلة. سواء استعملتها بقى في عجينة القرص، عجينة الفينو، خلية النحل، يعني اي معجنات حط فيها معلقة خل، بتلاقي العجينة كده طرية وجميلة. هنبتدي بقى نحط اللبن كده، كوباية لبن. على فكرة ده لبن شكل مني، يعني انا كنت غلياه وشكل مني، فقلت لا استخدمه، يعني ما هرمهوش. ابتدي بقى امنخل كده الربع كيلو دقيق اللي معايا. كل ما تمنخل الدقيق بيديك ايه هشاشة اكتر، وتبقى الحاجة خفيفة كده وفيها طراوة اكتر. تمام، قبل اي حاجة ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ونسيت اقول لكم معلقة زيت زي ما انتوا شايفين كده اهو. ولو عندك برضو مستحب، لو عندك بعد ما تخلص العجن خالص، لو عندك سمنة ماشي، حطيها ولمي بها العجينة على اساس ان هي ما تلمش. فانا حطيت زيت ابيض اهو زي ما انتوا شايفين، زيت عباد الشمس. اهي هسيبها بقى 10 دقايق ترفع كده واوريها لكم. اهي رفعت معايا ما شاء الله، اللهم بارك. حاجة زي الفل. هبتدي بقى اقطعها كده على حتتين يعني اهو. دي بقى معايا القطاعة بتاع الدونس. هي مش قطاعة بتاع دونس، هي كانت بتاع قرص وكده بتاعت حماتي، الله يرحمها كده يا رب، الله يرحمها ويحسن اليها. تمام، كانت بتاعتها. فانا خدتها يعني، وما كنتش بعمل بقى برضو بيها حاجة، هي كانت مركون بس. نفعت في الدونس يعني. ولو برضو مش عندك القطاعة دي، بأي غطا بتاع علبة وتيجي مقطعاها والنص كده الخرم ده، ازازة المية، ازازة الحاجة الساقعة، وتيجي عاملة الخرم ده هيطلع على طول. تمام. وانا ما عنديش ورق زبدة، فانا رحت كان عندي كراسة سكتش، قطعتها كده قطع صغيرة على قد الدنس وحطيتها عليها، بس هي مش عليها كتابة يعني. كراسة السكتش مش عليها كتابة عامة. اهي ببتدي اقطع بقى كل العجينة كده اهو. والعجين اللي هو هيطلع ده انا ما برمهوش، برجع اخلبطه تاني كده اهو، واعجنه في بعضيه والمه واجي ايه، واجي عاملاه. هرص بقى العجينة اهو كده. خلصت كل الكمية اللي معايا، اللهم بارك. هسيبها برضو بتاع 10 دقايق ترفع وارجع اقليها في الزيت اهي. شايفين ما شاء الله لونها تحفة. على فكرة الزيت تحس ان هو لونه اخضر، بس هو مش اخضر يعني، ده الكاميرا، الضي بتاع الكاميرا هو اللي مديها كده. شايفين ما شاء الله اهو. هبتدي بقى اقليها كده، احطها بالورقة بتاعتها لان الورقة لازقة فيها، وكمان تخلي العجينة مش طرية، اللي هي ولا طرية ولا ناشفة، يعني مظبوطة. هتحطها كده بالورقة، وبعد كده الورقة بتخلع توماتيكا على طول اهي. اللهم بارك. يا ريت يا جماعة اللي تجرب الوصفة تقولي هي نجحت معاها ولا ما نجحتش. بس ما شاء الله اللهم بارك، الوصفة دي هتنجح معاكي. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، تحفة. شايفين الخط اللي في النص ده كده كده ناجحة معاكي ما شاء الله اهي.
وانا مطلعاه على ورقة على اساس لو في زيت او كده، ولو عندك مناديل مطبخ ماشي، بس انا بصراحة ما كانش عندي، فانا حطيتها على ورقة السكتش كده. اهي شايفين الخط ده وشايفين الطراوة بتاعتها. انا محمرة دول شوية كده عشان هم ولادي بيحبوا المتحمر ده. ده كانت شوكولاتة خام. بحط لها نقطة زيت. تمام. واسخنها على بخار مية. يعني بغلي مية واحطها في طبق، واحط الطبق في قلب الطبق، واجي مقلبة كده، وبعد كده يديني الشكل ده. اخلص كل الكمية دي اهي. اهو شايفين ما شاء الله. انا الشوكولاتة دي شوكولاتة اللي هي شوكولاتة سما ب22 جنيه. انما البيضة دي انا جايباها قطعة كده ب10 جنيه. فانت لو عايزة برضو تجيب الشوكولاتة اللي هي البني دي قطعة، برضو مش هتقول لا، برضو ب10 جنيه برضو. بس انا جبت دي بقى اهي ما شاء الله. بغمزها كده جامد في الشوكولاتة عشان ولادي بيحبوها، وارجع اشيل شوية شوكولاتة بيضة كده وازوق بيها، اعمل بيها خطوط كده بحيث ان هي تديني شكل جميل يعني. اهي شايفين الحلاوة، شايفين الجمال، اللهم بارك ما شاء الله. حاجة تحفة، حاجة روعة بصراحة. يا رب كده يكون الفيديو عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهو.